السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان ايه هي يا دكتور علامات فشل البوتوكس؟ اعرف ازاي بالنسبه للستات يعني البوتوكس فشل اللي انت عملتيه؟ قال لك من اهم علاماته تدلي الحواجب. تبص تلاقي انك انت ايه، بدل ما انت المفروض بتاخده عشان تشد الوش وتشد العضلات، تبدا تحس ان في ترهل للحواجب كده، فتعرف على طول ان ايه، انه غلط. طب لو غلط بيكون غلط من ايه في الغالب يا دكتور؟ بيكون غلط نتيجة ان بيكون تم الحقن في عضلة غلط غير العضلة اللي هي مطلوبة، او تاني حاجة يكون حدث بعمق اكتر من العمق المطلوب، بيكون نزل شوية زيادة مثلا او كده. تبص تلاقي الجفون ساعات نازلة على العين او كده، فتحس ان ايه الموضوع فيه خطأ. فعشان كده انا دايما بقولها لكم كلمة يا جماعة، ومش بحب اكررها كتير او كده: ابعدوا عنه نهائي. الكلام ده مفيش حاجة تدخلات صناعية بتتم ابدا. انت حتى لو زي ما بقول قررناها قبل كده، يعني بياخدك الوهلة انك انت مثلا هيبقى شكلك افضل مش عارف ايه كده، هتستمر فترتين وهترجع بعد كده اسوأ من الطبيعي اللي كنت عليه. يعني الموضوع مش هيستمر. زي واحد بيديك حاجة حلوة بيقول لك ايه، هتقعد معاك فترة بسيطة وبعد كده هتتمسح خالص وترجع. طب ما انت ليك بشكلك اللي هو ربنا خلقه لك احسن. انما انا ادخل العب وادخل حاجات في جسمه، اي حاجات بيلعب فيها الانسان بتبوظ في الاخر ايه، في خلقة ربنا اللي خليها الانسان. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.